9 sur 10. أنا خاطر زاد تسكير المواخير، على خاطر صحيح منذ تم إغلاق المواخير كثرة جرائم الاغتصاب وضد النساء في تونس. بون انا نوافق هنا في الموقف، لكن مش في التحليل. انا ضد، حتى انا ضد يعني غلق المواخير، على خاطر يعني انا ضد كل ما هو تعدي على الحريات الفرديه. انا النوت بتاعي 10 sur 10، خاطر كي تسكروا المواخير بربي نساء هذوك شنو المصير نتاعهم. معناها المواخير كانت هي مورد رزقهم اولا، وثانيا كانوا يخضعوا للرقابه الصحيه من قبل الدوله. كانوا يداويوا فيهم اولا، كانوا عندهم ميدسين دو ترافاي يخضعوا للرقابه كل اسبوعين او كل شهر. يا مدام شنو مصيرهم يا مدام؟ شنو؟ لا يجوز يا مدام، حرام عيب اللي تحكي فيه. راه شو انت معناتها تكلمت الناس كلها قص عليا انا لا يجوز. انا نحكي على وضعيه اجتماعيه. الجنسيه خارج اطار الزواج حرام شرعا وكبيره من الكبائر التي يعاقب عليها ربي بعقوبه والعياذ بالله. الجنسيه خارج اطار الزواج. انا نحكي على نساء هذوكم كي تسكر مواخير شنو مصيرهم؟ النساء هذوكم انت شنو مصيرهم؟ كانوا يخضعوا للرقابه. تعلم. تجوع الحرة ولا تأكل من ثديها. اسمعني ستبقى العلاقة الغير شرعية حرام ولو كان يحفظ فيك في القرآن. اوكي؟ ولو أنا كان مانيش نشجع على العلاقة الغير شرعية. خذ كلمة، خلي كمل، واصل قدور. خويا خلق الله الملائكة. بس تقول لي استنى خليه يتكلم، هو قاعد يفهم في الناس اللي انا نشجع فيهم على العلاقات الغير شرعية. اي معناها هو كلم، حبيته يكمل به قدور. خلي تكمل فكرتها كامله ومن بعد عقب على كلامها كامل. انا فكرتي واضحه. نحكي على مصير النساء هذوكم اجتماعيا اليوم شنو يعملوا؟ معناها يلزمهم هل الدولة قاتلهم حل؟ هل الدولة اليوم قاتلهم حل؟ يقول المعز دينيز اللي قلته الهيفا، اللي راهو كل علاقه خارج اطار الزواج هي حرام، والحرام صديقي يقعد حرام ولو فعله الجميع، والحلال حلال ولو ما عملوا حتى حد. به نرجع لك سنة، كمل رايك قدور.